الأهلي يفكر بجدية في ضم ظهير أيسر أجنبي تحت السن حال تمسك كريم الدبيس بالخروج إعارة للمشاركة أساسياً بعد ترشيح لجنة السكاوتينج لاعباً مميزاً بهذا المركز. الأهلي يرفض أكثر من 3 عروض لأحمد نبيل كوكا محلياً وخارجياً بسبب تمسك رايبيرو به لتعدد مراكزه. مصدر بالأهلي ينفي تواصل الكابتن محمود الخطيب مع وسام أبو علي، مؤكداً أن رغبة الرحيل أبلغ بها اللاعب محمد يوسف فقط. محمد يوسف عرض على وسام تعديل وتمديد عقده لكنه رفض، وأكد رغبته في الرحيل، والنادي قرر بيعه لأعلى سعر دون إجبار أحد على البقاء. غضب جماهيري من وسام أبو علي بسبب تمسكه بالانتقال للريان القطري، واعتبروه رغم أن تفكيره محدود رغم توهجه مؤخراً. الترجي التونسي يقدم عرضاً رسمياً لضم أوغسطين منصور مقابل 500,000 دولار وسط اهتمام من الأهلي والزمالك. كريم فؤاد يرفض الخروج إعارة ويميل للبقاء في الأهلي لتعويض ما فاته الموسم الماضي. طبيب الأهلي يقرر منح مروان عطية راحة أسبوعين ليستبعد من معسكر تونس ويبدأ برنامجه التأهيلي لاحقاً. جماهير الترجي تسخر من رفض مدرب الأفريقي مواجهة الأهلي واعتبروه هروباً من خسارة كبيرة. جماهير الأهلي تسخر من فيديو تقديم مدرب الزمالك الجديد وتركي آل الشيخ يشاركهم السخرية. محمد شكري ظهير سيراميكا يظهر في باريس قبل انتقاله رسمياً للأهلي، والجزار يحتفل بخطوبته وسط أنباء انتقاله للأهلي. انتقادات من نجوم الزمالك السابقين لمدير الكرة الجديد جون أدوار، ودفاع من الغندور ومدحت العدل عنه. تحذيرات من التعاقد مع آدم كايد لاعب فلسطيني بسبب إصاباته المتكررة. الزمالك يستعد للحصول على قرض جديد بعد موافقة وزارة الرياضة لحسم صفقات. تشيلسي يتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية بعد إقصاء بالميراس لملاقاة فلومينينسي. تألق ياسين بونو في مونديال الأندية، يجدد آماله في الترشح للقفاز الذهبي رغم خروج الهلال.